قالوا عن الأزهر. ومن يتتبع تاريخ الأزهر منذ القرن الرابع الهجري وحتى هذه اللحظة يجد أن علماء الأزهر قد أسهموا بالنصيب الوافر في جميع المعارف والعلوم الدينية والدنيوية بالدرس والبحث والتأليف، مما جعله كعبة للقاصدين من شتى بلاد العالم على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم للاغتراف من بحره والنهل من عذبه، فأصبح وبحق ممثلا للفكر الإسلامي المستنير الذي يواكب روح العصر في كل زمان ومكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة دائمة إلى يوم الدين. أرحب بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة وبرنامجكم في رحاب الأزهر الشريف، نحدثكم من داخل رحاب الأزهر، هذا الصرح العلمي المتميز. الحقوق الزوجية متعددة، منها ما هو حق للمرأة على زوجها وحق للزوج على زوجته، لأن المسألة بالتراضي، مسألة بالتبادل، لأن اللي عايز زوجته ترضيه لابد أنه يرضيها الأول، واللي عايزة زوجها أنه هو يرضيها لابد أنها ترضيه الأول. مسألة تبادلية وما يبقاش فيها أي شيء من الأنانية أبدا حتى تستقيم الأمور. في البداية هنتحدث عن هذه الجزئية مع ضيفنا هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود بلطة. أهلا بحضرتك معانا يا فندم، وسعيد بلقاء حضرتك، وحضرتك عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر ومن علماء الأزهر الشريف. الحديث عن الحقوق الزوجية، وفي البداية أحب أن أقول إن الزواج شركة قائمة بين الزوج وزوجته، وهذه الشركة لا يستقر أمرها ولا يستقيم حالها إلا إذا عرف كل واحد منهما ما له وما عليه تجاه الآخر. فمن المعروف أنه ما من حق إلا وفي مقابله واجب، وهذا ما بينته لنا القاعدة القرآنية في عبارة موجزة، وهي قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فمتى عرف كل واحد من الزوجين ما له وما عليه تجاه الآخر استقر حال البيت ونضرت المشاكل، حتى ولو حدثت مشكلة فإنها تعالج على الفور ولا تستمر. والتاريخ الإسلامي يحكي لنا الكثير والكثير من النماذج التي تؤكد هذا. فمما يروى عن القاضي شريح أن الشعبي رحمه الله، وكان عالم عصره وزمانه، سأله عن حاله مع أهل بيته، فقال له القاضي شريح: منذ 20 عاما لم أجد من أهلي ما يغضبني. فتعجب الشعبي وقال له: كيف ذلك؟ ده يتحسد ده. نعم، ولكن لنا فيهم القدوة الحسنة. قال له: كيف ذلك؟ قال له: من أول يوم دخلت على زوجتي رأيت فيها حسنا فاتنا وجمالا نادرا، فقلت أتوضأ وأصلي ركعتين شكرا لله تبارك وتعالى على هذه النعمة. وبعد أن فرغت من الصلاة وجدتها تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي، فلما مددت يدي نحوها قالت: على رسلك يا أبا أمية، انتظر. ركعتين بس، ده يصلي 20 ركعة. نعم يا سيدي. قالت له: على رسلك يا أبا أمية، انتظر. ثم قالت: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإني امرأة غريبة عنك ولا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه، وبين لي ما تكره فلا آتيه. ثم قالت له: ولقد كان لك في قومك من هي كفء لك، الله، ولقد كان لي في قومي من هو كفء لي، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا، وها قد ملكت، فاصنع ما أمرك الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني بهذه الحكمة البالغة أعتقد مش هيبقى فيه ولا حالة طلاق إن شاء الله. لو وجد هذا الأمر الكثير من حالات الطلاق بإذن الله يعني سيزول وسينتهي إن شاء الله، لأنه سيعالج ولن تكون هناك مشكلة. فقال القاضي شريح: والله لقد أحوجتني إلى الخطبة في هذا الموطن، فقلت: الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإنك قلت كلاما لو ثبت عليه كان ذلك حظك، وإن تدعيه كان حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، إذا رأيت حسنة فانشريها، وإذا رأيت سيئة فاستريها. قالت له: وكيف محبتك لأهلي؟ الله. قال لها: لا أحب أن يملني أصهاري. قالت له: كيف بجيرانك؟ من تحب أن يدخل بيتك فآذن له، ومن لا تحب فلا آذن له. قال لها: قوم فلان بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم طالحون. يقول القاضي شريح: فمكثت معها 20 عاما لم أعتب عليها إلا مرة واحدة وكنت لها ظالما. هذا النموذج يؤكد لنا أن الحياة الزوجية شركة بين الرجل وامرأته، فمتى عرف كل واحد منهما ما له وما عليه تجاه الآخر ما كانت هناك مشكلة إن شاء الله، وإن وجدت ستعالج. العزة في الإسلام بسماحته، برحمته، بوسطيته، بالأفعال ليس بالكلام، برسالته، بعلمائه، بحكمته. يغيرنا ولا يتغير، يهدينا وينير طريقنا. على مدى أكثر من 1000 عام سجل التاريخ أروع ملحمة تشهدها الإنسانية على طريق تنوير وبناء الإنسان. كده وضحت هذه الزوجة الفاضلة نعم. حقوق الزوج ايه، ان هي بتسأله مين بتحب من اهل بيت عشان ادخله، او مين بتكرهه عشان ما ادخلوش. نعم. ايه طباعك عشان افهمها، ايه اللي بتحبه اعمله وما بتحبوش ما اعملهوش. نعم. فحاولت تستوضح الطباع، وحاولت تشوف زوجها بيحب ايه علشان الامور تستقيم، عشان هي عايزة تعيش. تمام. فبالتالي لو كل واحدة اتخذت هذا الاسلوب هيكون شيء عظيم جدا. لكن عشان ما اظلمش، في سيدات يعني متميزات ومؤمنات وطاهرات وجميلات، ورغم ذلك حظها بيبقى مش سعيد، يعني ما بتقعش مع زوج بنفس المستوى في الكفاءة الدينية والكفاءة العلمية والكفاءة الخلقية، وبتحاول ان هي تسترضيه، ولكن بتبقى في مشكلة هنا. عشان ما اظلمش هذه السيدة، بتحاول مع زوجها ولكن الزوج لا يرضى، تحاول ان هي تقرب، الزوج لا يستجيب، تحاول ان هي تسترضيه، لا يرضى. في البعض كده، وفي البعض الآخر مع ظروف المعيشة الصعبة كما يقال بيبقى خلقه في مناخيره مش مستحمل، يعني داخل بيبقى عصبي وصعب الطباع وصعب كده. فإيه الحل في هذه الجزئية؟ هناك مشكلات يكون لها أسباب، بزوال هذه الأسباب تزول المشكلات. تمام. وهناك مشكلات سببها تعنت الزوج، سببها سوء خلق الزوج. صحيح. هذا إن حدث فهذا نوع من الابتلاء الذي تبتلى به الزوجة، عليها أن تصلح قدر المستطاع. طب في زوجات وتستعين بالله بتبقى تبارك وتعالى على ذلك، يعني. بتبقى طيبة قوي. حضرتك بتقول بتبتلى، في واحدة تقول طب أنا عملت إيه عشان أبتلى؟ أنا في حياتي متدينة وطيبة ومع ذلك زوجي بيعمل تصرفات وبيعمل، دي تقول لها إيه؟ أقول إن الابتلاء يكون لأمرين اثنين. أيوه. إما لتكفير السيئات، وإما لرفع الدرجات. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تمام. ومع ذلك كان أشد الناس بلاء، حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. مظبوط. فهل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذنوب أو سيئات تحتاج إلى تكفير؟ حاشا وكلا. حاشا وكلا. معنى هذا أن البلاء في جانبه صلى الله عليه وآله وسلم رفع للدرجات. تمام. فمثل هذه المرأة الطيبة الصالحة التي تبتلى بمثل ذلك، نقول هذا من رفع الدرجات، من رفع درجتها عند الله تبارك وتعالى. تمام. نعود إلى حديثنا، وهو
الحديث عن حقوق الزوجة على الزوج. أول حق من حقوق الزوجة على الزوج هو إحسان العشرة، أن يحسن الزوج عشرته مع زوجته، لقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. تمام. وحسن العشرة يكون بطيب الكلام وحسن الفعال والتغاضي عن الهفوات، وهذا من الخيرية التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجاه زوجاتنا، حيث قال: استوصوا بالنساء خيرا. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم النموذج الأمثل والقدوة الحسنة في هذه الخيرية عندما قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. تمام. يقول العلماء: استوصوا بالنساء خيرا، الاستيصاء معناه قبول الوصية، كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أوصيكم بهن فاقبلوا وصيتي فيهن. وقيل معنى الاستيصاء أي طلب الوصية، أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن. تمام. من حسن العشرة أيضا إذا رأى منها ما يسوءه عليه أن يتذكر منها ما يسره، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرك أي لا يبغض، لا يكره، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. تمام. يعني حضرتك المقصود من حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الواحد ما يبقاش متضايق من زوجته من تصرفات معينة، لأن قد يرضيه تصرفات أخرى، فاشمعنى يعني ليه بيسيب الحلو اللي بيشوفه ويبتدي يبص في الحاجات اللي مش عاجباه؟ نعم. فبالتالي الحياة تتأزم أو تبقى صعبة، لازم يبص للحلو زي ما يشوف الوحش. بل أقول إن كل مؤمن ينبغي عليه أن يوقن بأن الأمور تجري بتقدير الله تبارك وتعالى. صحيح. فقد يكره الواحد منا زوجته لأمر ما، مع أن الخير كله قد يأتيه من قبلها، لقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صحيح. من حسن العشرة أن يحترم رأيها ومشورتها، أن يستمع لكلامها، أن يكرمها في أهلها وصلة رحمها، أن يتولى رعايتها بنفسه إذا مرضت. هذا يعني بتقرب الحكاية دي قوي من الزوجين. نعم. هذا شيء يؤلف القلوب. تمام. ويحقق المودة والرحمة فيما بينهما. تمام. وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه الحياة الزوجية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صحيح. فهذه المودة، هذه الرحمة تحتاج إلى ترجمة عملية. متى تظهر في مثل هذا الموطن. الحق الثاني من حقوق الزوجة على زوجها أن يعلمها أمور دينها لوقايتها من النار. يقول الله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول قتادة عند تفسيره لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أمروهم بطاعة الله وازجروهم عن معصية الله. للأسف الشديد نجد الآن من الأزواج من يرى زوجته لا تصلي ومع ذلك لا يبالي. واجب عليه هنا أن يأمرها بطاعة الله، أن يأمرها بالصلاة، كما قال جل شأنه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني إيه اصطبر بقى؟ أنا عايز أوضح الجزئية دي للناس. يعني الصبر ينبغي أن يكون طويلا، يعني ما كلش لا ولا يمل، أستمر في توجيهه. لا يقول لقد أمرتها مرة وثانية. معنى اصطبر يعني إيه؟ اطلب الصبر الطويل، أو كن على صبر طويل. طول بالك يعني. نعم. طول بالك. تمام. فالزمن جزء من العلاج. تمام. بعض الأزواج للأسف يرى زوجته تخرج وهي متبرجة ومع ذلك لا يبالي، مع أن هذه معصية ينبغي أن ينهاها عنها. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. طب ما الحاجات دي بتعمل ساعات بقى مشاكل، يعني تيجي تقول له أنت مثلا متأخر وراجعي، وتقعد تقول له أنت هتكلمني على
كذا، طب ما تشوف كذا، ما تشوف اللي حوالينا، ما تشوف جيراننا، ما تشوف، طب ما انت بعض قرايبك كمان ممكن متبرع. يعني بيبتدي يحصل مقارنات، ودي بتفتح ابواب مشاكل كثيره. ما كانت الرجعية مم. وما كان التخلف مم. في البعد عن شرع الله تبارك وتعالى أو في مخالفة شرع الله تبارك تمام. وتعالى. إن الشرع وضع الضوابط التي ينبغي أن تلتزم بها المرأة المسلمة وخاصة في مظهرها الخارجي. تمام. هذه الضوابط هي التي تمنع الفتنة بين أفراد المجتمع. نحن لا ينبغي أن نجعل قول فلان أو فعل فلان هو الحجة، مم. لكن الحجة هي قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لو ما سمعتش الكلام، انا عايز اعرف عشان ما يحصلش ممكن تقول له لا انا مصر على كذا، وهو يبتدي يصر، فالبيت بيحصل فيه بقى، بيحصل الطلاق وبيحصل حاجات كده. ايه الحل؟ لا. نحن نعود إلى ما قلت واصطبر عليها، يعني يعاود تكرار النصيحة والوصية، وله الحق في ذلك. ايوه، له الحق في ذلك. وإذا استشهدت بفلانة من أقربائه فعليه أن يقول لها ما قاله سيدنا علي بن أيوة. أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. معنى هذه العبارة: لو أنني مرضت أو أصبت بوعكة صحية الآن وذهبتم بي إلى المستشفى، هناك قالوا لابد أن تجرى له عملية من العمليات التي يحتاجها هذا الأمر، يعني أو هذا المرض الذي طرأه. الدكاترة هناك الأطباء يقولون لابد من إجراء العملية، هؤلاء هم أهل التخصص. أنتم ومن هناك من المرضى ومن الموظفين ومن الزوار ومن عشرات من الناس يقول لا داعي لهذا الأمر، نحن نخاف عليه. نأخذ بكلام من؟ المتخصص، بكلام المتخصص حتى ولو كان واحدا. صحيح، لأنه يمثل الحق في هذا الموطن، ألا وهو عارف المصلحة فين، هو اللي عارف المصلحة. الحق في هذا الموطن هو الطب، من يمثله. صحيح. لكن أن نأخذ بقول فلان أو بأن هذا الأمر شائع أو مما عمت به البلوى، فهذا لا يحق، وخاصة في مثل هذا الأمر. تمام. احنا كده يعني حضرتك وضحت لنا في هذه الحلقة وأشرت لنا عن أسلوب كيف تتعامل الزوجة مع زوجها من أول الأمور تتحط تكون واضحة. نعم. عشان تعرف طباعه، وعشان الحياة تستمر لازم تعرف الطباع كويس. هو كمان بقى مش يبقى يعمل فيها سي السيد ويحاول يزيد في كده، بالعكس ان هو يحترم ان هي بتحاول ترضيه وتسترضيه فيرضى. نعم. مش يتكبر. نعم. يحاول ان هو يعني يقدر الجوهرة اللي معاه فيحاول هو كمان يرضيها. وعاشروهن بالمعروف. تمام. يبقى نوع من العشرة بالمعروف. يبقى الامر كده العشرة بالمعروف. ايضا ربنا امرنا المعاملة الطيبة للزوجة، وامرها باحترام الزوج ومعاملته الطيبة. نعم. فاعتقد لو الامور دي اتعملت بالاسلوب ده مش هيبقى فيه اي شيء من الطلاق. وعايز كلمة ختامية يعني في أقل من دقيقة لو سمحت توجهها لكل زوج إنه يتقي الله في هذه الإنسانة اللي هو معاه. وكمان لو هو ابتلي بزوجة، في زوجات بتبقى طبعها صعب، فلو كان بقى طبعها غير الطبع الطيب وكان طبعها صعب، كيف يتعامل معها أيضا؟ أقول: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. أقول له: تذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. ده لو متجوز واحدة طيبة. أما متجوز واحدة بقى شخصيتها يعني صعبة الممارسة عليه أن يصبر. أن يصبر في مداواتها وفي علاجها، وأن يحتسب هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى. ويتذكر أيضا ما قلناه، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. تمام. كل هذه عندما نضعها نصب العين بإذن الله تبارك وتعالى تستقر بيوتنا. أشكر حضرتك على هذا اللقاء، وأتمنى لحضرتك كل توفيق في تأدية رسالتك. واسمح لي بشكر كل حضرات السادة المشاهدين اللي تابعونا النهاردة في برنامج في رحاب الأزهر الشريف. الحقيقة احنا بيبقى غرضنا من هذه الحلقات ان احنا نحافظ على كيان الأسرة. الأسرة هي نواة المجتمع، لأن لو حافظنا على كل أسرة هنحافظ على المجتمع كله. أما لو ما حافظناش على الأسر وساد الطلاق والتفكك هيتفكك وينهار المجتمع كله. وفي النهاية لازم كلنا يسود ما بيننا الحب، ودي اللي هختم بيها كلمتي في النهاية. أشكركم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.